الدنانير الذهبية التي تعود للدولة الفاطمية وتاريخها يرجع إلى أكثر من 1000 سنة، أخرجت من باطن البحر الأبيض وكأنه لم يمضي على وجودها زمن طويل. خبراء الآثار الإسرائيليون يقومون بترقيمها ومعاينتها، فالدنانير وأرباع الدنانير المصنوعة من ذهب بعيار 24 قيراطا والبالغ عددها نحو 2000 قطعة وجدت لماعة براقة، ما عدا بعض الشوائب التي لم تؤثر على جمالها وقيمتها. ففي إطار كل قطعة تاريخ صكها واسم الخليفة الفاطمي، إضافة إلى مكان صكها وهو صقلية جنوب إيطاليا، والتي كانت جزءا من الدولة الفاطمية في ذاك الوقت. لدينا رسائل من أشخاص أرسلوها لآخرين يقولون فيها: أعدت لك 100 دينار ربما على متن السفن. هذا أحد سيناريوهات، وربما تكون هذه أموال الحاكم التي يدفعها لجنوده. يزن كل دينار قرابة 4 جرامات من الذهب، وقد يزيد بعضها قليلا، أما الأرباع فتزن جراما واحدا تقريبا. ويقول الباحث إن أقدم هذه العملات يرجع إلى تاريخ الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 385 هجرية، وتنتهي العملات المكتشفة إلى عهد الخليفة الظاهري سنة 427 للهجرة. ما نعرفه هو أنه في مطلع القرن ال12 كانت خزينة الدولة الفاطمية مليئة بنحو 12 مليون دينار. الفاطميون كانوا حكاما أثرياء للغاية وحكموا إمبراطورية ضخمة. العملة الأساسية في عهدهم كانت مصنوعة من الذهب وأحيانا من الفضة، وهذا أمر مثير للاهتمام لأن أوروبا في ذلك الوقت ول500 عام لم تستخدم الذهب في صك العملات. ويصف علماء الآثار القطع النقدية بأنها موسوعات تاريخية، لأن كل دولة أو حاكم إلى يومنا هذا يهتم بصك رموزه الدينية أو القومية على العملات النقدية، فينشر بذلك أيديولوجيات مختلفة بين أيدي من يتداولها. الجملة الأكثر وضوحا التي استطعت قراءتها على هذه القطع تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله.